بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد من اسكندرية. جولتنا النهاردة شارع من اشهر شوارع اسكندرية ومن اهم شوارع اسكندرية، وشارع انتوا كمان بتحبوه. ناس كتير قوي قوي بتحب الشارع ده، وهو شارع خالد ابن الوليد او شارع المصيفين. بدأنا لكم الجولة من عند محمد نجيب سيدي بشر، وهننهي الجولة معاكم لغاية آخر الشارع اللي هو عند نفق ميامي. الشارع ده للناس اللي ما تعرفش، الشارع ده يا جماعة بيبدأ من سيدي بشر الترام وبينتهي عند ميامي. لأن في ناس كتير، أنا عارفة الكلام ده كويس جدا، في ناس كتير فاكرين إن الشارع ده هو قصاد منطقة ميامي بس، لكن لا، الشارع ده شارع كبير جدا، وبيبدأ من عند سيدي بشر الترام وبينتهي عند ميامي زي ما قلت لكم. احنا هنا ماشيين في شارع خالد ابن الوليد قصاد منطقة سيدي بشر. على شمالنا فندق الهيلتون، وهنلاقوا دلوقتي على يميننا مسجد سيدي بشر. الكاميرا هتجيب عليه دلوقتي فندق الهيلتون اللي على الشمال ده، ومسجد سيدي بشر اللي هيجي دلوقتي اللي عليه النور الأخضر جاي اهوت. وهصورنا لكم النهارده ميدان سيدي بشر أو حديقة سيدي بشر بعد التطوير. النور الأخضر اللي على شمالنا ده هو ده مسجد سيدي بشر، مسجد طبعا مشهور جدا جدا. الشارع خالد بن الوليد ده شارع موازي للبحر بالظبط، يعني على يمنا اي شارع، على سوري على شمالنا اي شارع على الشمال بيطلعنا على البحر. هنا الحديقة بتاعة سيدي بشر او ميدان سيدي بشر بعد التطوير. طبعا هما كانوا شغالين فيه الفترة اللي فاتت، والبوابات بتاعة الميدان او الحديقة دي مقفولة، والواضح وبنسبة كبيرة ان هما هيبقى الدخول بفلوس، لان كان قبل كده الدخول ببلاش. هيبقى الدخول بفلوس، ده تخميني انا، ويا رب يكون تخميني غلط. بس اللي انا شفته ان في كشك بره كده قدام البوابة، اكيد يعني الكشك ده هيقطع منه التذاكر يعني، والله اعلم يعني، اتمنى ما يكونش كلامي صح، بس ده اللي انا فهمته من اللي انا شفته. ده الحديقة بعد ما طوروها، ده منظرها. يعني هما ما غيروش منها كتير، هم بس ظبطوا لونوا حطوا نجيلة، كانت النجيلة الكشك الأكشاك اللي بقولكوا عليها هي، والبوابة. هو ليه بوابتين على ما اعتقد كده، ليه بوابتين، وهنا البوابة. هنا هنكمل بقى في طريقنا. يمين وشمال ده شارع مسجد سيدي بشر. طبعا العربيات دي واقفة علشان خاطر في إشارة، فهم مستنيين الإشارة تفتح وهيعدوا. في منهم كل اللي واقفين دول رايحين بقى يا المنشية، يا رايحين يمين ناحية العصافرة، ناحية المنظرة، المنتزه، المعمورة. المهم بقى احنا هنا دخلنا في شارع بقى خالد بن الوليد، وده اكتر بقى يعني اكتر جزئية في الشارع نشطة وتجارية. قبل كده كانت الدنيا هادية في الشارع، لكن من بداية مسجد سيدي بشر هيبدأ بقى الشارع بقى في المحلات والفروشات، اكتر منطقة حيوية في الشارع من بداية سيدي بشر لغاية بقى اخر الشارع اللي هو نفق ميامي على البحر. احسن جزئيه في الشارع واهدى جزئيه واغلى جزئيه في السكن من محمد نجيب. من محمد نجيب لغايه مسجد سيدي بشر، دي احسن جزئيه. الشقق فيها من 2,500,000 ل4 مليون، حسب المساحه وحسب نظام الشقه ايه. تمام، الشقه بتختلف من مساحتها يعني ونظامها في تشطيبها وكل حاجه. دي اكتر منطقة نظيفة قوي قوي وغالية جدا جدا، والشقق فيها غالية قوي زي ما قلت لكم كده. الشارع بقى زي ما انتم شايفين معانا، التصوير ده كان الساعة 5 المغرب، احنا دلوقتي في التوقيت الشتوي. الأجواء بتاعة الشارع هادية شوية عن الصيف طبعا بيبقى زحمة جدا جدا جدا، والمحلات ما بتقفلش ليل ونهار، شغالين ال24 ساعة، والمطاعم شغالة ال24 ساعة. الشارع ده حيوي من الدرجة الأولى، كل حاجة تلاقوها في الشارع، مطاعم، كافيهات، محلات ملابس، أحذية، كل حاجة حرفيا في الشارع. محلات خضار، مطاعم بقى أشكال والوان بقى في الشارع هنا. محلات هدوم مستعملة ومحلات هدوم جديدة، كل حاجة في الشارع تلاقوها. الشارع ده بيبقى يا جماعة يعني 100% منه كلهم مصيفين، وكله بقى كله شقق للإيجار يعني.
90% من الشقق بتاعته للإيجار. في طبعا ناس ساكنة في الشارع، السكن الأصلي بتاعهم في الشارع هنا. الناس بقى هنا بتشتكي من المصيفين الصراحة الله يكون في عونهم بجد، لأن الشارع صعب جدا. بصوا بقى هنا بقى، أنا موجهة الكاميرا هنا يمين وشمال على شارع خليل حمادة. ده شارع خليل حمادة، البحر على شمالنا، وطبعا كل الشارع يمين وشمال خليل حمادة. مستشفى ماري مرقس ومستشفى شرق المدينة في شارع خليل حمادة هنا. هنكمل بقى جولتنا في شارع خالد ابن الوليد، ودي اكتر منطقة حيوية جدا جدا. طبعا الاجواء هادية زي ما قلت لكم، لان احنا في الشتاء ومفيش مصيفين. في الصيف الشارع ده احنا مش بنعرف نمشي فيه خالص، لا الناس عارفة تمشي على رجليها ولا العربيات بتبقى عارفة تمشي، وتكاتك، وبيبقى زحمة جدا. لان طبعا على شمالنا شواطئ ميامي بقى، ميامي العام وميامي الخاص اللي هو اسمه فريسكا. ميامي الخاص ده اللي هو اسمه فريسكا المميز. دخول شاطئ ميامي العام ب5 جنيه، ودخول فريسكا المميز ب15 جنيه. يعني الأسعار معقولة جدا جدا، يعتبر ببلاش، التذكرة ببلاش، وشاملة كرسي وشمسية بالنسبة للشواطئ. وفي طبعا قبل منه بشوية شواطئ سيدي بشر، طبعا شاطئ سيدي بشر وإسحاق حلمي وأبو هيف وإيناس حقي، كل ده تبع شواطئ سيدي بشر. وفي السرايا برضو في بداية جولتنا كده كان شاطئ السرايا برضو جنبنا ب5 جنيه برضو للفرد. والشواطئ كويسة مش وحشة، ما في يعني، هو بس أسعار يعني، هو أبو 5 جنيه مش معناه إن هو وحش، لا ده هو حلو جدا، بس هو بقى التسعيرة بقى هم حاطينها للشاطئ وكده. زي ما انتوا شايفين طول ما احنا ماشيين بقى، الفروشات على يميننا وشمالنا والمحلات، والاسعار في متناول الجميع. الاسعار رخيصه جدا، لو تاخدوا بالكم من الاسعار اللي مكتوبه على الهدوم 35 جنيه 50 جنيه، يعني ما فيش فلوس. طب اللبس يعني كويس ولا مش كويس؟ لا هو مش هقول لكم بقى ان هو يعني واو كويس قوي، لا هو نص نص يا جماعه، يعني كل حاجه على قد سعرها. بس هو يعني بس في حاجات كويسه والله، يعني الشارع فيه حاجات كويسه، يعني الشارع مغري مغري ان اي حد لازم يشتري منه، لانه مليان كل حاجه، كل حاجه تحتاجوها هتلاقوها في الشارع هنا. وكمان كل حاجه تخص البحر موجوده في الشارع، مايوهات وعوامات، كل حاجه تخص البحر هتلاقوها في الشارع. دي اكتر جزئيه في شارع خالد بن الوليد بتبقى مزحومه بالناس والمصيفين وكل حاجه، عشان كده سموه شارع المصيفين، كله مصيفين. وفي رمضان برضو بيبقى مزحوم برضو بالناس برضو اللي بره اسكندريه. لو وصلتوا لغاية هنا من الفيديو يا ريت تدعمونا باللايك وتشتركوا في القناة لو كنتوا بتشوفونا لأول مرة. وعايزة أفكركم بحاجة أو أنوه عن حاجة، أنا عندي قناة تانية غير القناة دي لسه نشأها جديد، فلو حابين تلقوا عليها نظرة وتشتركوا فيها فده طبعا يشرفني، وتنوروني في القناة الجديدة لو حابين تبصوا عليها، يعني هسيب لكم اللينك بتاعها في أول تعليق. شايفين بقى الملابس بقى، طبعا في الصيف بيبقى كلها ملابس صيفي، وفي الشتوي ملابس شتويه. والمحلات زي ما انتم شايفين كده، المحلات دي في كتير منها ما بيقفلش خالص، شغال 24 ساعه. لكن في الصيف المحلات يعتبر كلها شغال ليل ونهار، ما بتقفلش خالص، لان الناس اصلا ما بتفضاش من الشارع ده ليل ولا نهار. الناس موجودين في الشارع، وخصوصا بالليل اكتر. يعني انا كنت مصوره من الشارع هنا، عامله جوله فيه هنا الساعه 4 الفجر، كانوا الناس اكتر من كده، يعني كاننا 4 العصر. مش هقول لكم كاننا 4 العصر، لا بجد كان 4 الفجر والله اكتر من 4 العصر. لان طبعا الناس اللي طول الليل سهرانه، فاكيد طول النهار نايمه، او بيبقوا في البحر بقى يا جماعه، وبالليل ايه بقى بيبقوا بيتمشوا في الشارع كده لانه هو حتى لو انتوا مش حابين تشتروا، فهي المشي فيه وان انتوا تتفرجوا على الحاجه المعروضه، فدي حاجه كويسه جدا. كده احنا قربنا نوصل لنهايه الشارع. في اخر الشارع هنا بقى يعني حاجه حلوه جدا، موقف مشاريع عربيات بتودي ميامي القاهرة، ومن القاهرة لميامي. هتشوفوها معايا دلوقتي. الراجل اللي واقف على يميننا ده بينادي بقى العربيات اللي بقول لكم عليها هيت، بينادي عشان الناس ايه اللي رايحه القاهره. طبعا الدنيا بتبقى نايمه شويه في الاجواء الشتويه، لكن في الصيف ما شاء الله العربيه بتحمل في ثانيه وبتطلع.
اهي العربيات اللي واقفة على اليمين وعلى الشمال اللي هي الميكروباص اللي قدامكم ده، دول بيبقوا واقفين زي ما قلت لكم، بيودوا القاهرة وبيجيبوا من القاهرة لإسكندرية، عشان لو حد من القاهرة ولا حاجة بدل ما يروح الموقف آخر الدنيا، في موقف هنا جنبكم اهو. شايفين صف عربيات كلهم واقفين طبعا بالدور، هو بيبقى لهم نظام في تحميل الناس يعني. كده خلاص احنا وصلنا لاخر جولتنا في الشارع. يا رب يكون جولتنا عجبتكم. الناس اللي وحشها شارع خالد بن الوليد اكون يعني اسعدتك شويه او اسعدتك شويه بان انا فكرتك بالشارع. والناس اللي حابه تيجي شارع خالد بن الوليد وعايزه اشوف الاجواء ايه اليومين دول، اكون برضو وصلت لكم الاجواء بالظبط. هي دي الاجواء اليومين دول. انتظروني بقى في فيديو جديد. انا همشي شويه كده على الكورنيش طبعا. احنا كده وصلنا الكورنيش، او وصلنا او طلعنا على البحر اللي في وشنا ده، اللي في وشنا المبنى اللي في وشنا ده، اللي تحسوه عامل زي الازاز ده النفق. بتعدوا منه وتطلعوا بقى على شاطئ ميامي العام والخاص. زي ما قلت لكم العام ب5 جنيه والخاص ب15 جنيه. والشاطئ الخاص ده يا جماعة انا منزله عنه فيديوهات، اسمه شاطئ فريسكا. ابحثوا على القناه، اكتبوا شاطئ فريسكا فلوجات روده، هيطلع لكم الشاطئ اشبه بالبسين بالظبط، ما فيهوش موج، فهو امن جدا جدا على الاطفال. لو انتوا حابين تصيفوا ان شاء الله السنه دي 2024 ومعاكم اطفال وخايفين عليهم، فالشاطئ ده امن جدا جدا. وان شاء الله على الصيف هنزل لكم طبعا فيديوهات عن الشواطئ واعرفكم بالاسعار. وانتظرونا في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله.